في سؤال دايما بيجيلي في التعليقات وسؤال متكرر من ناس مختلفين، وهو ايه افضل ذكاء اصطناعي في كل حاجة؟ ايه افضل ذكاء اصطناعي يعني يجيد كل شيء؟ ايه افضل ذكاء اصطناعي ان انا استخدمه وما استخدمش حاجة تانية جنبه؟ فهو بالفعل جالي كتير قوي لدرجة ان انا قلت الافضل ان انا اعمل ليه فيديو. طيب خلينا نرد على السؤال. بص يا صديقي، مفيش ذكاء اصطناعي جيد بشكل مطلق، او مفيش ذكاء اصطناعي هو يعتبر كويس بشكل مطلق. لا، وانما كل ذكاء اصطناعي او كل موديل ذكاء اصطناعي او كل لانجوج موديل في اللي يميزه وفي اللي يعيبه. تمام، في حاجه كويسه فيه وحاجه وحشه فيه. في يعني هو ليه نقاط قوه وفيه نقاط ضعف. فان انا اقول لك ان في ذكاء اصطناعي جيد بشكل مطلق بيعمل كل حاجه، مفيش. تمام، يعني انا عشان كده دايما بقول ان الصح ان انت ما تعتمدش على حاجه واحده. فاهمني؟ يعني ان انت تعتمد على كل ادوات الذكاء الاصطناعي. مثلا عندك جيميناي، عندك شات جي بي تي، عندك جروك، عندك مثلا مانوس، عندك مليون حاجه. تمام، انت تقدر ان انت تستخدمها وكلهم مجانيين. طب انت ليه تحصر نفسك في حاجه واحده في حين ان انت تقدر تستخدم كل شيء؟ فده الصح وده المفروض، وده يعني المفروض انه يكون ذكاء منك ان انت تستخدم كل ادوات الذكاء الاصطناعي وتستفاد من كل نقاط قوة كل واحد فيهم. يعني مثلا ما تبقاش متعصب لحاجة، لان للاسف انا بشوف متعصبين قوي عندي في التعليقات. ان مثلا واحد مثلا اتكلم على نموذج ذكاء اصطناعي عجبني في حاجات، تمام، الاقي مثلا واحد مفيش افضل من شات جي بي تي، لا مفيش افضل من جوجل، مفيش افضل. ليه التعصب؟ ليه التعصب؟ هو انت داخل يعني مستثمر في شات جي بي تي فلازم ان انت يعني تعلي اسهمه عشان تكسب؟ لا، الفكره ان انت مستخدم مستهلك زيك. فاهمني؟ فالمفروض ان انت يكون عندك يعني من المرونه والذكاء الكافي ان انت تستخدم كل ادوات الذكاء الاصطناعي عشان تستفاد من كل واحد فيهم. انا بعمل كده. فاهمني؟ انا مثلا بروح عندي على شات جي بي تي، بروح عندي على جروك، وبروح عندي على مش عارف ايه، وبروح على مليون حاجه عشان يطلع لي النتيجه اللي انا عايزها واللي انا ارضاها. هل فعلا ان انا كده اكون متحيز لحاجه محدده؟ خليني اقول لك ان ممكن يعني مثلا ممكن ان انا اتحيز لشات جي بي تي شويه، لان انا يعني مدربه مسبقا على الاشياء اللي انا دايما بستخدمها معاه. يعني في بعض الاعمال الروتينيه اللي انا دايما بستخدمها على شات جي بي تي. التدريب بتاع شات جي بي تي بيسهل عليا الامور بشكل احسن. ان انا مثلا اقول له اعمل حاجه هات لي المعتاد، هو يكون عارف انا عايز ايه وعلى طول يعني يوفر عليا وقت ومجهود جبار. تمام. انا مثلا بدربه على يعني الطريقه بتاعتي في يعني في كتابه السكريبتات، بدربه بتاعتي على شخصيتي، يعني او يعني بدربه على يعني على شخصيتي عشان يقدر يطلع نتائج متوافقه مع شخصيتي، متوافقه مع فكري، متوافقه مع عقلي. تمام. فهو بالفعل بيسهل عليا الامور دي. بس هل هو بيطلع الحاجه مظبوطه بشكل 100% مره واحده؟ اكيد لا طبعا. انا باخدها وبعمل لها اعاده تلقيح، باخدها وبقعد مثلا افلترها، اعدل فيها بتاع. لانه في النهايه هو ذكاء اصطناعي مش عبد اللطيف، هو ذكاء اصطناعي مش محمد محمود مثلا. لو انت يعني افتراضا، يعني افترض ان انت اسمك محمد محمود، تمام، هو ذكاء اصطناعي في النهايه، فمش هيديك اللي انت عايزه ورسمه في دماغك. ممكن يديك افضل، تمام، في بعض الحالات ويعجبك الاسطمبه زي ما هي، وفي لا، يعني في بيديك حاجات مش عاجباك. تمام، فطبيعي ان انت لازم تعدل فيها. فما فيش ذكاء اصطناعي جيد وسيء بشكل مطلق. كل واحد ليه نقاط قوه ونقاط ضعف. انت المفروض ان انت تستغل نقاط قوه كل واحد فيهم. فاهمني؟ يعني وتسيب نقاط ضعف كل واحد فيهم. وخليني اقول لك على حاجه تانية، ان احنا الى الان ما استخدمناش، يعني انا كمستخدم، تمام، للذكاء الاصطناعي او اللانجوج موديل، ما استخدمتش اكتر من لا انا ببالغ كمان، انا ما استخدمتش اكتر من 2% او 1% من قدرات شات جي بي تي او جيميناي او ما استخدمتش القدرات دي كلها بتاعته. يعني انا بس عشان افهمك الصوره، ان احنا كمستخدمين طلباتنا بسيطه بالنسبه للقدرات المهوله اللي الذكاء الاصطناعي بيعملها. فاهمني؟ يعني افتراضا انا في شركات بتستخدمه ان هي بتعمل رواتب موظفين وسيستم ومش عارف ايه، حرفيا بيستهلكوا يعني من موارد الذكاء الاصطناعي وقدراته ارقام مهوله. انا الطلب البسيط بتاعي اللي بقول له يا عم الحاج، هو مع المعلومه دي صح ولا غلط ومش عارف ايه، طب المصادر بتاعت حوارات عبيطه بالنسبه له. يعني حوارات جوجل يعملها بالنسبه له. فاهمني؟ مش شات جي بي تي او جوجل جيميناي او جروك او غيره. لا، انت فاهم قصدي؟ احنا الى الان ما استخدمناش
من قدرات الذكاء الاصطناعي الا 1%. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا مش هتكلم عليك انت يا سيدي، انت افضل مني واحسن مني مليون مره، وانت افقه مني وافهم مني مليون مره، انا جنبك لا شيء. فانا ما استخدمتش من جوجل او من جيميناي او غيره الا 1% من قدراته، لان ده احتياجاتي، فاهمني؟ ده عقلي اللي يقدر يوصل له، ده اللي انا محتاجه. انما في طبعا امور اخرى لشركات عملاقه وحاجات من دي كتير بيستخدموا قدرات. بس هل هو يعني بيستخدموا الشركات دي لما بتيجي مثلا تستخدم مثلا الذكاء الاصطناعي بتستخدم فقط شات جي بي تي؟ لا، تلاقيهم مستخدمين مثلا شات جي بي تي وكلاود وجيميناي ومش عارف ايه وجروك، عندهم بلان كامل لجميع ادوات الذكاء الاصطناعي، ربط لهم كلهم ببعض عشان يشتغلوا مع بعض في وفاق تام، بيشوفوا قدرات كل واحد فيهم، هل ده مثلا قوي في ايه سيء في ايه الكلام ده كله، وبتقدر ان انت تاخد الاحسن من كل حاجه. فاهم قصدي؟ وده فكره جيك سبارك على فكره. جيك سبارك عمل لك الليله دي كلها، عشان كده انا بحب جيك سبارك الصراحه. جيك سبارك هو بالفعل بيوفر عليه وقت كتير، ان انا بالفعل بفضل ان انا اروح وادور على نتائج كل واحد فيهم، لا بس للاسف بفلوس، فانا احيانا اليدوي او المانيوال بيكون افضل من الاوتوماتيك تمام، فبفلوس للاسف. فاهم قصدي؟ فما تبقاش متعصب وما تبقاش مثلا تقول انا عايز افضل الافضل، لا مفيش افضل بشكل مطلق، كل واحد ليه مميزات وعيوب، وكل واحد ليه نقاط قوته وعيوب. اتمنى اكون افدتك في الرد على سؤالك، واعتذر على الاطاله، و ان شاء الله بكره وبعده وبعده في فيديوهات كتيره جامده حلوه كده، وجزاكم الله كل خير ومع السلامه.